الضيف ديالنا لحلقة اليوم هو لو رابور عزو اللي عرضناه للحصة باش يكون محضر خير بيني وبين الأم ديالي. الشيء اللي معروف على عزو أنه إنسان طريقال ولما يزعف ما عندوش كاع المارشاريال. أبقوا معنا. مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. سعيد جدا باستقبالكم مره اخرى في عدد جديد من برنامج اللي فات مات. هذا البرنامج الاجتماعي اللي يطلع عليكم دائما في شبكه البرامجيه لقناه البلاد. هذا البرنامج اللي يعد جسر تواصل بين الناس المتخاصمين والناس اللي عندهم مده ما شافوش بعضهم، خاصه في اطار العائله الصغيره والكبيره. اذا محضر الصلح راح يكون معنا لنهار اليوم الفنان والمبدع عزو. نقول له مرحبا بك معنا في برنامج اللي فات مات، ومرحبا بك معنا في قناه البلاد. شكرا خويا يحيى، وان شاء الله نكون باب خير ان شاء الله عليكم. ان شاء الله تكون فال خير علينا وعلى كل المشاهدين الكرام. اذا حكينا عزو وقلنا اللي فات مات، عزو في حياته اسكو من الناس اللي يسامح؟ اسكو مجرد كلمه ولا المسامحه تاعو تكون من لو فون تاعو؟ والله بيان سور انا من الناس اللي كاين كيما نقولوا في حياتي كاين ناس اللي ظلموني وشاك فوا نسامح. نعم. يعني السماح حاجه ملاحه ديجا. السماح هي ماهوش ضعف مي قوه. يعطيك الخير، هذه النقطه. اذا مع بعض راح نشوفوا ملخص لقصه هذا العدد. بحرقة أم تتكلم خالتي الزهراء وتعبر عن أمنيتها في أن ترى من حملته وهنا على وهن في أحشائها 9 أشهر وسهرت وتعبت بلا كلل حتى يغدو. في هذه اللحظات الضيف ديالنا راه يشوف الفيتيار اللي يسرد القضية بالتفصيل، ونشوفوا اسكو يتأثر بالحكاية. ماش حقي ندير لي والو، نسحق غير وليدي نشوفه برك، نسحق غير وليدي، هذا ما نسحق. يعني كما كنت تشوف عزو، يعني وين لحقنا وهذه الحكايه وش فهمت منها تقريبا؟ والله ربي يهديهم برك، والله الاولاد ربي يهديهم. صح سورتو الناس اللي ما يعرفوش قيمه والديهم، امهم باباهم، سورتو الام، امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. والله العظيم يعني كي يشوف كي مكه بعطت له باه يروح يشري ويدير وفرحان معه ويروح يتزوج يدير، وتروح تحوس عليها مش باه تقول اعطيني الصوار هذه، باه تشوف ولدها وعلى الاخر يقولها ما يقفل عليها الباب. سي فريمون سي ان كريمينال بور موا. والله ديال المصطلح اللي ممكن يطلق على واحد يبيع امه بين ليله وضحاها ويخليها يعني وحدها مرميه، لانه ممكن حنغلطوا بيناتنا انا وياك عزو، ممكن نغلط بيني وبين خويا، ممكن بيني وبين جاري، ولكن مهما يكون تقعد الام هي ام، وتقعد الام يعني فوق كل اعتبار. يعني واحد من الناس العبد يديها من روحه لانه القصه، لانه هذه الام كما هي ام وانت تشوف فيها امك، تشوف فيها. خالتي زي يمسك بالخير. الخير وليدي. مرحبا بك. رانا هنا ولادك هنا، راني هنا موجود معاك. يحيى راه موجود كي ولدك. يا اخي كنت معاك منذ السويعات الاولى، وحنا ماذا بينا ان شاء الله تكوني معنا، وايضا عزو راهو معنا ايضا. احكي لنا حكايتك خالتي الزهراء. حكايتي حكايه يا وليدي. كنت عايشه لاباس عليا، كنت بداري بعد بدل عليا راجلي توفى الله يرحمه. بقاو لي زعما ولادي، بقاو لي 2 دراري والطفله، كنت لاباس معاهم. ولا سبق الكبير قال لي يما حابه نروح نكمل قرايتي في الخارج. قلت له معليش يا وليدي. يعني ما رفضتيش؟ عاودتي؟ ما رفضتش. واش ترفض؟ ما نقدرش نرفض لهم حاجه، اي حاجه يطلبوها لي وانا معاهم، هذاك ما عندي. السيده اللي لعبت دور الام ديالي راهي تحكي لهم موسره لها معايا بلي ديتاي، وتسيي تغيد الضيوف ديالنا. راني دايما نعس وقتاش وليدي يجي برك. ان شاء الله خير خالتي زهية، ان شاء الله ما تقلقيش، وحنايا ماذا بينا هنا في البرنامج هذا ان شاء الله نوصلوا الى ما هو خير. ولكن قضيه شويه صعيبه شوي. عزو ايش رايك في توصلنا لواحد الدرجه انه الابناء يديروا بوالديهم مثل هك؟ احنا كل ولادك الحاجه داكور، انا ولدك حتى انا. الله يعيشك، كسرش راسك خلاص. صح. ربي يهدي الناس والله العظيم. اذا راح نتواصل مع الزملاء في القسم الخارجي انهم يدخلوا لنا عصام الى الاستوديو هكذا باش نتموا مع بعض يعني الجزء الثاني من البرنامج، ونسمعوا ايضا يا عزو من الطرف الثاني. سمع الشيء اللي يديروا لها كله هي اللي حابه تطلب سماح. نعم. باش تشوف يعني
هذا هو الحاجه اللي ممكن صعيبه شوي. وبرانسيب هو اللي يدير كيما كبير يطلب السماح من امه. لا هي تشوفي هي اللي تطلب السماح ويعني قلب الام. هو ما حوسش عليه، انا اللي حوست على وليدي. الكبده تاعي اللي راهي محروقه عليه. يعني ان شاء الله خير ان شاء الله خير. ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم. هلا عصام، عصام ياك؟ الله يبارك عليك. الحمد لله. لاباس عليك عصام؟ صحتك لاباس؟ إذا عصام عباك بطبيعة البرنامج كفاية هو برنامج دائما للصلح، قادر يكون في الطرف الآخر يعني شخص حاب يشوفك، حاب يطلب منك السماح، شخص ممكن أنت على خصام معاه، يعني شكون اللي في من راك شك عصام أنه راح يكون معنا في الطرف الآخر؟ عباك والله ملي قلت لي باللي كاين هاك معرض حصة. اسمها الحصة تاعكم؟ اسمها الحصة هذه. صوتك برك عصام باش نسمعك. قلت لك ملي عرفتني الحصة هذه تاعكم هذه. ايوه. اللي فات اللي فات ولا؟ نعم. فات اللي فات. مات اللي فات. اللي فات مات. اللي فات مات. والله انا قعدت ندور في راسي، قعدت نقول ما باليش شكون هذا اللي انا دوكا راني داير في بالي. شكون مثلا؟ واحد عندك مشاكل معاه؟ ايش؟ ولا حاب يصالحك ولا حاب تصالحه ممكن؟ قلت بالك الزوجة ديالي. باسكو ايوه انا فترت ما قبل الطلاق، شغل تزوجت كذا صراو مشاكل، عدة مشاكل، وسمعت غير كيما بلي شغل حابه تصالح معايا. لا علينا، لانه الموضوع ما يتعلقش بالزوجه تاعك. في الضفه المقابله انسانه اكثر من الزوجه تاعك، انسانه اعطتك حياتها وشبابها وحلمت بيك من اللي كنت صغير ورباتك وقراتك وتعبت عليك، وفي الأخير أنت نوعا ما ممكن فرط، ممكن إهمال منك، ممكن طيش، لأنه عمرك نظن باللي واحد في عمره 34 سنة ما زمن الطيش والمراهقة هذه تكون بعيدة عليه شوي. شوف معنا شكون معك. شكون هذه عصام؟ شكون هذه اللي شفتها في الإكران؟ شكون؟ الأم ديالي. الأم اسمها راك متذكر باللي راهي الأم تاعك. شحال عندك ما شفتهاش عصام؟ شحال عندك ما شفتهاش؟ راك تتذكر؟ عندي واحد العامين هكذاك. عندك عامين هكذاك، وعادي جدا عامين ما شفتهاش؟ لو كان عندي خويا دوكا في الانجليز. ايوه. خويا محمد كان تفرق بيني وبينه بزاف، وانا ملي كنت صغير تربيت محكور معاه. وزيد الحاجه اللي شغل كيما نقولوا قطره اللي في فيضه الكاس، اللي دفقت الكاس كيما نقولوا. انا كنت حاب نخطب واحد الطفله وهي دخلت روحها في حياتي، قالت لي غير هذه اللي ما تدخلش لداري وكذا. ومن بعد كي سمعت بلي الطفله هذيك تزوجت، انا تما ديسيديت باش نروح من الدار هذه. وليت الخزاره ما قدرتش نخزر في يما. يا لطيف. عايز واش تقدر تقول له؟ يقول لك باللي الام تاعي فرقت بيني وبين خويا، اسكت تجيك في بالك باللي ام تقدر؟ والله اسمح لي الاخ، والله نحكي لك يعني انت ماك ناجح مع امك، ماك ناجح مع الزوجه تاعك. اولا نسمع لك تقول باللي راك اون انستون دو ديفورس، اون انستونس دو ديفورس مع أيوة. مع الزوجه تاعك، دونك ديجا انت عندك بروبليم، انت لازم لك تروح تشوف بسيكولوج، باسكو فريمون الشيء اللي قاعد دير فيه مع امك راني درك مانيش قاعد نسمع خو. وعندك كما يقولوا عندك الكوراج باش تجي الحصه هذه وتهضر للناس تقول لهم هو الكاس كيف قال لك شغل انا ديباسي لي ليميت. الام عماك تعفس لك على راسك حياتك كامله وهي عفست لك على راسك، وتقولها سامحيني وزيدي سامحيني وزيدي سامحيني وتسكت وتقفل فمك وما دير حتى لقطه، باسكو دي امك هذيك كون ما جاتش هذه انت كمشك في الدنيا اخو، فهمت؟ وعم يحطوا دير مليح في بالك ونمدها لك من الاخر، انا انت كمشك رابح خلاص ومشك حتربح حياتك كامله، تعقبها حياتك كامله ميزيريه حتى انت تموت، ميزيريه في الدنيا وفي الاخره، باسكو عفستي على السبع كما يقولوا، عفستي على المراه اللي عفسه على الجنه، فهمت خو؟ ولا روح رقي ولا روح توب لربي ولا دير لقطه. المهم من الاكابر انك تطغى على امك كما طغيتي على لانه ما يقبلها هذا العمل اكيد ما يقبلوا. كيفاش ندير؟ ما يقبلوا. واش حابين ندير؟ كيفاش نديرها؟ روح اولا اقرا القران واقرا احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، او في القران وفي السنه هم قالوا لنا كيفاش نعاملوا الوالدين وكيفاه ومن بعد نروح نزيد نقول لك انا كيفاه دير بالعنابيه. وعارف الشيء اللي زدت هذا الحاجه اللي غايضتني، حبيتي تروح روح ربي يسهل عليك، بصح ما تروحش على ظهر امك تديرها صواردها، هايب صحيبي عن بالك.
انت كراجل انت ودي صور ضمك بسما ما بقاتش رجله كيمك. إذن يحضر معنا فضيلة الشيخ بشير، مرحبا بك معنا. أعطينا ربما رأي الدين وأيضا نصيحة لخونا عصام ممكن إن شاء الله يا ربي يلن باله ليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وسلامه. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا في هذه اللحظات الممثل بشير اللي لعب دور الإمام راهو يوعظ فيا باش نصلح الغلطة مع الأم ديالي. هذه النصيحة. شكرا لك فضيلة الشيخ، شكرا لك. إذن هي رسالة لعصام اللي موجود معنا، لما هو إلا عينة للكثير من الشباب. خالتي زهرة، وش تقولي لعصام راهو يسمع فيك؟ وجهي له رسالة وش تقولي له واحنا نسمعوا فيه الآن؟ سمحت لك يا وليدي، الدنيا والآخرة، ارجع لي يا برك. تسمع سي عصام؟ وش تقول له عزيز؟ قاعد تسمع ولا نسمعك انا؟ هاني قاعده وحدي يا وليدي. كون جا واحد صاحبك ديروا حتى 10,000 بالقدر يقص لك راسك علاه. تقدرلوش بس راجل كيف تقدرش دير له صوارد ولا تكلحه ولا صار امك يا امراه ضعيفه بسمها رحتي كلحتها وديتي لها صوردها، ومع ذاك تطلب السماح وتقول لك معليش راك مسامح، غير ارجع لي برك يا ولدي. عندك ولدك انت، قلتي عندك ولدك تحبه، تحب ولدك يعني ما حبش وليده. اسكو كون يدير لك ولدك لا ميم شوز بسما يكبر يتزوج ويخرجك شغل ما يستعرفش بيك، تحبها؟ ما نخليش يدير هذاك باسكو نعدل بينه وبين خوته. تعدل بينه وبين خوته ما ظهرت ليش خو. اسمع نقول لك حاجه، في الدار الكل في الدار هذه تحب ولا تكره، ديما كاين واحد مفضل لك، شغل واحد هكا لو شوشو تاع الدار تاع امه وباباه، مي صافي با دير كو الاخرين يكرهوهم ولا ما سي ولادها كله تحبكم الكل اكزاجيرات هي كل عليهم. اكزاجيرات عيب عليك صاحبي، عم بالك والله العظيم وجهك صحيح انت. اسمح لي خويا والله وجهك صحيح. نقول لامك اكزاجيرات والله العظيم الامور بدات تأزم شوي. عم بالك السخانه طلعت لي درك والله. لا معليش والله العظيم كلمي شويه برك عزو. وجهه صحيح والله العظيم. اليوم اكزاجيرات اش بيك خويا اتفق مع روحك ان شاء الله خير. والله العظيم وغير حير لي عم بالك. هي فرصه والله هي فرصه عزو. فهمني برك اخويا كبير، انت كبير راك باب ولاد فهمتي. انا بور موا واحد باب ولاد يقول لي يما كنت تكرهني وتحب خويا فريمون نظن باللي عنده الهضره الاولى اللي هضرتها لك روح شوف بسيكولوج. إذن ربما رانا نخوضوا في مجالات أخرى. صديقي، احنا البرنامج تاعنا استمعنا للطرف الأول للأم، يعني اللي حكيت حكايتها كلها، يعني والفنان تاعنا راهو معنا، يعني قدم لك بعض النصائح لينا ولكل الناس. راك تشوف الباب هذا خطوتين منك يا عصام راح تفتح الباب وترجع لحضن أمك اللي توحشتك. شوف عصام ما عندهاش تفكير هذه، ماذا بينا سيدي نفرحوا بك يا عصام، وإن شاء الله وترجع العائلة كما كانت وترجع خالتي الزهراء ليك ان شاء الله. خويا يحيى والله عزوف الخير عليك ان شاء الله. ما فهمتش حاجه، نورمالمون هي اللي تسكو تقبل تحل الباب ولا لا؟ هي اللي نورمالمون لانها دعات البرنامج، لانها هي اللي قالت. مينو خويا اسمح لي يا خويا يحيى، هذا نورمالمون يجا درك يبوس لها رجلها، واش بيك خو؟ كيف هذا يقبل اسكو يقبل الباب؟ تفتح الباب خويا زين والله. اقسم بالله غير حرجتوني. كيفاش؟ حرجناك. انا على بالي جاي المراه تاعي، على بالي ما جاتنيش في بالي بلي الجهه اللي تجي لي ميسيون ولا ما على باليش انا. نكذبش عليك الباب ما تفتحهاش يا اخي والله ماني عم بالك. لا نروح لي ميسيون ما تجوش هذه. اسمح لي يا عصام يا وليدي انت لا يماك لا يماك بالعقل خالتي بالعقل. مالك وش بيك؟ اسف انت وش بيك؟ الدرجة هذه؟ لا عيب، لا عيب عيب لا عيب، لا عيب عيب، لا معليش لا عيب عيب، لا عيب الاخر بضيحه لا عيب والله غير عيب. سكري ساعة الله يحفظك يا هاي خرجوا برا يا الاخ هاي خرجوا برا خلاص ما والو خرجوا برا. هاي نخرجوا برا. اصبر زعما تضرب. جيبوا لي الماء يما نوضي جيبوا لي كاس ماء الله يا ربي نحفظك. اجل اعطيها جيب لي الماء جيب لي
قلت لك انت الكاميرا وانا عليك وعلاه والله. اروح عزونا تعرفني انا شكون اللي كاميرا كل شيء. تفضل عزونا تفضل. لاباس خويا صباح. والله عيب عليكم والله العظيم يا سبحان الله تقلبت الدنيا كي مكة. سبحان الله والله العظيم. الرسالة عجبتك الرسالة من البرنامج؟ رسالة مليحة ياسر خويا. شوف انا تحطوا لي في الصميم. تحية كبيرة للأم تاعي الله يخليها إن شاء الله. كل الأمهات الجزائريات نحب بهم ما تقدرش تيماجيني كدا فوالا. وندعيو الشفاء الأب إن شاء الله ربي يشفيه. بابا نحبه ياسر كيف ربي يشفيه إن شاء الله. ورسالة نقدمها للشباب تاعنا ردوا بالكم فرضوا في ولدكم. وبمناسبة رمضان واش تقول لهم؟ صحة فطوركم وصحة رمضانكم. وكل واحد عنده ذرة خير هنا وحب تصلح له بروجي ولا حاجة في باله والله يا ربي ندعي له في التراويح العام هذا باه ربي يسهله. إن شاء الله يا ربي. شحال قبلي قالوا